اهلا بحضراتكم في حلقه جديده من تكنو برينت هاب. لو تفتكروا الاسبوع اللي فات احنا قلنا لحضراتكم مسمينا برضو البرينت ميديا بودكاست. احنا طبعا انتهى من كام يوم معرض كبير اسمه باك بروسيس بيتعمل كل شهر 12 في مصر، ومعاها فود افريكا، وكان فيها حوالي 1000 عارض. يعني الخبر المهم لينا ان من السنه الجايه، وده نجاح كبير لينا كسوق مصري، ان المعرض ده هيبقى اسمه انتر باك، على اسم اكبر معرض باكجينج في العالم. ومفيش انتر باك بره المانيا الا في الصين وعندنا في مصر هيبقى، فده حاجه تشرفنا. معناه استقرار السوق عندنا، نمو السوق، والناس عارفه قيمتها. يعني حاجه تانية انه معرض تكنو برينت بعد نجاحه السنه اللي فاتت، انه كان فتره طبعا مش موجود، الفيرجن 12 منه كان ناجح جدا، وبالتالي ان شاء الله هيبقى في النسخه 13 من معرض تكنو برينت باذن الله شهر 6 الجاي من 18 ل 20 جون. الحقيقه الشركات ابتدت من دلوقتي تحجز، حاجه جميله جدا. هيبقى في مركز القاهره مؤتمرات اللي هو جنب استاد القاهره باذن الله. بالنسبه لاخبار سريعه، عايزين نقول احنا مبسوطين بال 3 دي برينتنج اللي هي الطباعه ثلاثيه الابعاد. لا، هي الدنيا اتغيرت، بقى في عندنا 4 دي و5 دي، يعني بعد رابع وبعد خامس. طبعا برضو ان شاء الله في حلقات فنيه هنتكلم اكتر عن الموضوع ده، لكن مهم ان هو اصبح مش بس كانت ساعات القاعده بتتحرك او الهيد، المره دي الاثنين بيتحركوا بزوايا معينه، فبقدر اعمل كانه بطبع بعد رابع وخامس، ودي حاجه جديده كويسه جدا مع تغير الخامات. كمان عندنا دخول الذكاء الاصطناعي في صناعة الطباعة والتغليف والنشر، بقت حاجة طبعا خطيرة كلكم حاسين بيها. يعني احنا لازم نفرد حلقات عن الاي اي في الطباعة، لكن مجرد نشوف ان هو بيساعد النهاردة في الصيانة، بيساعد في الجودة، بيساعد في ضبط الجودة، بيساعد في الايمج بروسيسنج اوتوماتيك، بيساعد في الكالر مانجمنت، ادارة اللون في الورك فلو كله بتاع الطباعة، بيساعد ان بيدينا معلومات كتيرة جدا. احنا مش عايزين نحس ان الذكاء الاصطناعي منافس او بديل، احنا عايزين نقول هو شريك ابداعي وابتكاري لينا. هو ما بيزهقش زينا، ما بيتعبش زينا، اسرع مننا، فهو مساعد لينا في كل المجالات. وطبعا في مجال الطباعه نفس الحاجه، وفي شركات مصنعه كتيره ابتدت تحط الاي اي جوه الماكينات نفسها. اخر خبر النهارده ان بقى لنا 10 سنين بنسمع في تسميتين جداد ظهروا في الطباعه بالذات مع الرقميه، واحده اسمها اندستريال برينتنج طباعه صناعيه، واحده اسمها فانكشنال برينتنج الطباعه الوظيفيه. الطباعه الصناعيه الاستاذنا الكبير مستر فرانك رومانو اسطوره الطباعه الرقميه في العالم عرفها ان هي اي صناعه في مراحل التصنيع في جزء طباعي فيها. طالما انا بطبع في مرحله تصنيع ايا كان بقى، نقول سيراميك بقى، ورق حائط، ستاير، اي حاجه، طالما فيها طباعه في خلال مرحله التصنيع يبقى طباعه صناعيه. طيب الطباعه الوظيفيه ننهي بيها حلقتنا النهارده. حاجه مهمه جدا ان الطباعه ما هياش بس للدعايه او الترويج او لتوصيل معلومه، لا، هي بتعمل وظيفه ما. فمثلا انا ممكن اخد حبر موصل بيسموه فوتو فولتايك، فوتو يعني ضوء، فولتايك يعني كهرباء، فانا بطبع ممكن الموبايل بتاعي ظهره واسيبه في الشمس كده وانا بتكلم مع حضراتكم. الشمس ده الفوتو الضوء، الحبر بيحول الضوء لكهرباء ويشحن موبايلي بدون اسلاك، بدون كوبس ولا اي حاجه. دي برضو الطباعه الوظيفيه اشكال كتيره منها ان شاء الله هنتكلم عليها، ما نطولش على حضراتكم. شكرا، والى حلقه قادمه الاسبوع القادم باذن الله. السلام عليكم، شكرا.